طلعت علينا على السوشيال ميديا من فترة واحدة اسمها فدوى مواهب. اكتشفنا ان هي اساسا مش مدرسة دين، ده هي في الاصل كانت مخرجة اعلانات. بس الغريب ان اسلوبها كان جميل، وان اسلوبها توضيحي وبيتعامل مع الوقت اللي احنا فيه. والفكرة ان هي بتوصل المعلومة باسلوب سلس للاطفال. ناس كتير كانوا معجبين بيها، بس نتفاجئ قال ايه طالعة بفيديو بتقول للبنات اوعوا تقعدوا في البيت وانتوا لابسين الهوت شورت اللي هو الشورت القصير شويتين، حتى لو قدام مامتكم اي محارم، ان عيب هتبينوا العورة بتاعتكم. وطبعا لان عندنا ناس كتير يخصها ان البنات ما ينفعش ان هم يسمعوا الكلام اللي زي دوا ويشوهوا عقولهم ويتأيد فكرهم، طلعت علينا ام القمصان. فاكرينها المحامية بتاعت اوعي ترضعي من غير ما تاخدي الفلوس من جوزك؟ فاكرينها الست اللي هي قاعدة هي وصاحباتها على طول تزق الستات للطلاق؟ ما هو ده اكل عيشها، بتجيبهم من بيوتهم على المحاكم على طول. ام القمصان لا يمكن تسيب الستات المصريات يتلعب في دماغهم البخت ويقول لك لا عيب ولا حرام، هتأيدوا الفكر بتاعهم ولا ايه؟ وراحت عملت محضر في النائب العام ضد مين؟ فدوى مواهب، وقالت ان هي بتتهمها ان هي بتعمل تقييد لدماغ البنات، وان هي داخله عامله فيها داعيه وهي مش داعيه اساسا. يا سلام. وابحث في الموضوع الاقي ان فدوى مواهب فعلا قالت راي من اراء الفقهاء. الموضوع فيه رايين، في راي مع وفي راي لا. في راي قال ان هي طول ما هي قاعده قدام اهل بيتها والناس دي خلاص محارم عادي مفيش مشكله، واستندوا لبعض الروايات. وفي ناس تانية في الفقهاء قالوا لا، لا يجوز وحرام. فتيجي بقى ام القمصان تقول لك لا، ده كده هي بتعمل حجر على تفكير البنات، بتوجههم في الاتجاه الغلط. يا سلام. هي ست ام القمصان، هو ده كمان يقلل من اتجاه البنات لحالات الطلاق؟ يعني السبوبة عندك هتقف شويتين؟ قعدت افكر هتعلموا البنات الصح والدين؟ ده ما في الاخر هيبقوا واعيين لما نيجي نلعب في دماغهم البخت ونقول لهم انتوا لكم حرية الرأي ومحدش يأيدكم، هيقولوا لنا لا ده اصل الدين. هنا لقيت دي مشكلة. تسكت بقى اللجان الإلكترونية؟ لا، طلعوا على أختنا فدوى مواهب بالسكاكين المتحمية وهالتقطيع فيها وتدبيح. ليه؟ لأن لقوا ليها صورة واقفة هي وبناتها لابسين سواريه مع مين؟ مع تامر حسني. يخص عليكي وعاملة فيها داعية. يا جدعان فوقوا، لا إله إلا الله. يعني دلوقتي أنت يا أستاذة أم القمصان عايزة تعملي عليها محضر عند النائب العام علشان هو كده حجر للرأي. طب ما هو انت كده داخلة بتحجري على واحدة بتعرض قضية فقهية مختلف فيها العلماء، يبقى انت نفسك اللي بتعملي حجر على الرأي بتاعها ورايحة تعملي قدامها محضر. يا ست الكل خليكي على جنب شوية، خليكي في عزوف الستات عن الجواز، خليكي في ان حقوق المرأة تخليها ست اندبندنت وومن وقوية، خليكي في السكة بتاعة الطلاق. وبالنسبة للناس اللي قعدوا هاجموا فدوى مواهب على السوشيال ميديا، يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ دي صورة ليها قبل ما بناتها تتحجب، وهي ردت عليكم ونزلت صور بناتها بعد الحجاب وقالت دي كانت صورة لينا من 4 سنين. طب بلاش يا سيدي، حتى لو انتوا شايفينها كده هي ما قدمتش نفسها انها داعية. ثانيا هي مدرسة وبتحاول توصل رسالة، لو الرسالة مش عاجباكوا ده كلام تاني. لكن لو انتوا هتقعدوا تقطعوا في لحم اخيكم ميتة وتقولوا اصل هي واصل بناتها، خلوا بالكم من شيء بسيط. في الاول وفي الاخر انتوا بتحاربوا واحدة جاية تتكلم في الصح والغلط وفي الدين. انتوا سايبين اللي قاعدين كل شويه يقول لك كبسوا على التيك توك، اللي يجيبوا هدوم لا انزل الله لها من سلطان وتقول لك اصل فاشونيستا وتقعد تطلع لايف وتغير قدام الولاد والبنات، وجايين على الست اللي جايه تقول العيب والصح يا بنات. لا اله الا الله. طب انتوا بتهاجموها ليه؟ هو كلكم ما عندكمش اخطاء؟ طب هي ست حتى لو عندها اخطاء في الاول وفي الاخر بتحاول تعمل حاجه مفيده. يعني انا ممكن فعلا يكون جوايا اخطاء كتير بس بحاول اصلحها بالنهج اللي حواليا واقول معلومه تكون ليكم مفيده.
ترجع تهاجمني وتقول اصل انت خلي بالك ما انتش ملاك. يا سيدي ما حدش قال ان في حد على الارض ملاك، ولا هي رسول ولا معصومة زي الانبياء. في الاول وفي الاخر دي واحدة بتأدي رسالة ندفعها ونقف جنبيها ونقول يلا اصلاح للدين وللمجتمع وللبني ادمين، ولا نبقى واقفين فوق دماغها ونستر لها الاخطاء ونقعد نجرح فيها هي وبناتها، وترجعوا تزهقوها وتخلع ويبقى بدلها مين؟ اللي بيعملوا حركات اللي انتوا نفسكم عنها مش راضيين، وما بتهاجمهمش زي ما انتوا هاجمتوا فدوى مواهب. ثانيا في جزئية لازم تبقوا فاهمينها، ده الأنبياء اللي هم الأنبياء عندهم في أهلهم كان في ناس عاصين زي سيدنا نوح، مبني لغاية ساعة الطوفان عاصي وكافر ومش عايز يسمع الكلام. لكن سيدنا نوح قعد 950 سنة يحاول يهدي الناس. وزوجة سيدنا لوط اللي كانت بتدعم أهلها على فعل الفواحش وكانت موافقة على اللي بيعملوه، هل سيدنا لوط قال لا أنا خلاص مش هدعي الناس ومش هكمل الرسالة؟ كمل الرسالة رغم إن زوجته نفسها كانت من العاصيين وبتوافق على المعصية. جايين انتوا دلوقتي تصنفوا واحدة جاية تقدم رسالة وتقولوا أصلها كانت مخرجة إعلانات، أصلها بناتها كانوا واقفين مش عارف مع تامر حسني. ما يا جماعة عيب عليكم، لا إله إلا الله. إحنا بنعمل في بعضينا كده ليه؟ كل ما نلاقي أي حاجة نظيفة بتطلع على السوشيال ميديا نقف ونهدمها، ونقف نقول الناحية التانية شوفوا الحاجات الوحشة. ما هو انتوا اللي بتقضوا على الحاجات الحلوة. لما يبقى كلها فاضية من أي حاجة بتحاول توصل معلومة كويسة، حتى لو هي مش معلومة كاملة، هترجعوا مش هتلاقوا غير الوحش بس هو اللي بيترمي في وشكوا في وش الأولاد. بدل ما انتوا عمالين تقطعوا فيها، اقف كل واحد فيكم قبل ما يكتب كومنت ويقول أصل فدوى مواهب عاملة فيها داعية، افتكر انت نفسك ما عندكش معاصي. من لم يكن منكم بدون معصية فليقذفها بحجر. اتقوا الله في واحدة بتحاول توصل الرسالة، وما تقعدوش تتعاملوا معاها على أساس إن هي من أنبياء. الأخطاء الشخصية بتاعتها ليها، واللي بيجي منها يرد ويؤخذ. لو هو مش عاجبك ابحث وشوف هو يعارض الفقه والدين ولا هو كلام في السليم. ربنا يصلح حالي وحالكم ويخف علينا الايام دي من الناس اللي قاعده عامله على السوشيال ميديا مفتيه وقاعده تقطع في اللي رايح واللي جاي، واللي زي ام القمصان اللي يهمها البنات يجي لها جنان. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.